خلي بالك انا ما كنتش هعمل الفيديو ده النهارده، ولا كنت هتكلم، ولا كنت هنزل فيديوهات اصلا. ولكن الفيديو اللي انت شفته من شويه ده اتكلمت فيه من فيديوهين ثلاثه ان مش كل حد هيطلع على السوشيال ميديا ينزل مناشده ويصور حد هو معاه حق. اوقات كتيره قوي في ناس بتستفز بعض الناس اللي قدامها، ولمجرد ما يوصلوا لمرحله معينه يقوم فاتح الكاميرا ومصوره. بقى هو اللي غلطان، والاسبقيه للي قدر يصور الفيديو الاول ويرفعه الاول على السوشيال ميديا او يثبت على التاني ان هو غلطان. وهو ده اللي بيحصل او حصل في الفيديو اللي انت شفته من شويه. الشعب بقى ماشي يصور في بعضه، يعني اللي راكب العربيه اللي طالع منها الفيديو اللي انت شفته ده والشخص التاني في العربيه التانيه، الاتنين بيصوروا بعض، وكل واحد فيهم فاهم ان التاني هو اللي غلطان، وعلشان كده ماسك موبايله وبيصوره وبقوه. وفي يا جماعه بجد والله العظيم بجد في ايه؟ ليه كل لما تجيلنا حاجه كويسه نفضل نمسخ فيها لحد ما تروح من ايدينا؟ يعني ربنا كرمك ان صوتك بيوصل عن طريق كاميرا تليفونك، يقوم كل واحد فينا ماسك تليفونه ويصور في الناس عمال على بطال. انا مش ضد انك تثبت حقك او تثبت واقعه في نفس الوقت بالفيديو، ولكن ضد استغلال ده بشكل سلبي عمال على بطال. يعني اتنين ماشيين بيصوروا في بعض في الشارع، وكل واحد فيهم مقتنع ان الطرف التاني غلطان، وكل واحد فيهم هينزل الفيديو ويجتزئوا بالجزء اللي هو عايزه ويقول بصوا يا جماعه انا مظلوم، الشخص ده كسر عليا، ولا الشخص ده عمل وسوى فيا وانا ماشي في الطريق. وتبدا ناس تتفاعل مع صاحب الفيديو ده، وناس تانية تتفاعل في فريق تاني مع صاحب الفيديو التاني. طب وبعدين ثم يجي لكم حاجه تثبتوا بها حقوقكم تعملوا فيها كده وتمسخوها بالشكل ده. وده بيذكرني بالتيك توك. والله العظيم جالنا برنامج بتطلع من عليه لايفات وفي عليه هدايا، والمنصات ابتدت تفعل ارباح وتدي لك ربح على فيديوهاتك وعلى لايفاتك. ليه وليه بقى تاخد البرنامج ده وتبدا تطلع تقول كبسوا واعملوا وسووا، واللي تلبس كده واللي تطلع بلبس مش عارف عامل ازاي، واللي تعمل روتين واللي تعمل واللي تعمل واللي تعمل. كل المنصات دي ملهاش علاقه اطلاقا باللي الناس دي بتعمله. عزيزي المصري ده سوء استخدام من حضرتك، ولذلك في تهمه اللي هو بيقول لك اساءه استخدام مواقع التواصل. يعني انت بايدك الكوبايه دي تشرب فيها ميه او تشرب فيها منكر والعياذ بالله، انت صاحب القرار. من حقك تثبت حقك بالطريقه اللي انت شايفها صح، ولكن في حدود العقل، في حدود الاستخدام السليم والكويس لكل حاجه، لكن مش عمال على بطال. لو شايف نفسك غلطان حضرتك اسكت، ما تصورش ولا تعمل، مش علشان بس تبرأ نفسك تطلع تعمل لنا قلق ودوشه وتخوف الناس على السوشيال ميديا. شايف نفسك غلط يا تقف تعتذر للطرف التاني تاخد بعضك وتمشي، لكن مش علشان تبرأ نفسك من واقعه تقوم تقرفنا وتعمل لنا نوش على السوشيال ميديا. استخدموا الحاجه صح، ابوس دماغكم ابوس دماغكم، استخدموا الحاجه صح.